ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم اسهل طريقه لتجليس التورتايه. اول حاجه بجيب الكريمه بتاعتي اللي عملناها كتير جدا جدا مع بعض، وببتدي احطها في كيس تلاجة او كيس حلواني زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا الفها على التورتايه كده زي ما انتم شايفين بكميه حلوه. كيس الحلواني او كيس التلاجة بيسهل عليكي جدا ان انت ما تفضليش تجلسي فيها كتير. هتشوفوا معايا خطوه بخطوه. طبعا عملتها معاكم كتير جدا، عملنا الاسبونج مع بعض، عملت الكريمه معاكم. طبعا دي كريمه عاديه، يعني كريمه فانيليا وحاطه عليها لون طعام، اللون اللي انت حباه، مفيش اي مشكله، مش حاطه عليها صوص، مش حاطه عليها اي حاجه. تمام. ابتديت ان انا اجلسها كده بقى بالاسباتيولا اهو، حتى تلاقيها وهي بتتفرد سهله معاكي وبتتغطى بطريقه كويسه جدا، وكميه الكريمه بتتوزع صح وبتبقى مناسبه. دي افضل طريقه بجد لتجليس التورتايه. ببتدي ان انا اوزع الكريمه كلها، اي كريمه بتطلع معايا في الاسباتيولا ببتدي لو في فراغات في الكريمه بتاعتي ببتدي ان انا املاها واظبطها كده زي ما انتم شايفين، واي كريمه بزياده بشيلها، مفيش اي مشكله. وباجي بقى بغسل الاسباتيولا اللي انا بعمل بيها دي بعد ما اشيل اي كريمه من عليها بميه عاديه، ويا دوب ان انا انطرها بس كده، بلف على التورتايه كمان مره، ما بيشيلش بقى منها كريم، بلف عليها كمان مره عشان انعمها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده بجيب منديل وابتدي ان انا انضف البورده بتاعتي بتاعت التورتايه. بعد كده جبت شويه من الكريمه حطيتهم في كيس حلواني، وجبت البلبله بتاعتي دي ان انا اعمل شكل على التورتايه. الشكل اللي انت حباه اعمليه. انا حاولت ان انا اغير في الاشكال اللي انا بعملها، عملت تورتايه سيمبل كده، لونها كان حلو قوي، لونها لون بينك. الاضاءه ظلمها جدا، هتشوفوا معايا مصورها لكم في اخر الفيديو. في النور بتاع ربنا الطبيعي هتشوفوا شكلها عامل ازاي. ما اشتغلتش فيها بحاجات كتير، كانت سيمبل قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. ابتديت بقى ان انا اكتب عليها، كل واحد يكتب عليها اللي هو حابب. ممكن تحطي عليها كريسبي، ممكن ما تكتبيش، ممكن تحط عليها حاجات تانية، بس انا حبيت ان انا اكتب عليها هابي بيرثداي تو يو هنا. طبعا ده كان عيد ميلاد بنتي، كل سنه وهي طيبه، عقبال مليون سنه يا رب في هنا وسعاده وفرح، ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها ويخلي لكم ولادكم يا رب. اعملي تورتتك في البيت، مش هتكلفك حاجه غير ما تشتريها من بره. هنا كنت نسيت حرف التي، مش كنت تقولوا لي نسيتي حرف التي، بس مش فيش مشكله، رجعت عدلتها وكتبت حرف التي، ولا زعلني في حاجه ولا اي حاجه. بنكتب ازاي بقى على التورتايه؟ باخد شويه من الكريمه زي ما انتم شايفين، وعندي اكياس بتاعت الصوصات اللي هي الصغيره دي، بفتح فيها فتحه صغيره، ما بكبرش الفتحه عشان ما تنزلش الكريمه بتاعتي عريضه. ممكن في كيس تلاجة عادي جدا جدا برضو تفتحي فتحه صغيره وتبتدي ان انت تكتبي بيه، ما هيش افتكاسه وما هيش صعبه ولا حاجه. تمام. ابتديت اعمل عليها قلوب كده زي ما انتم شايفين اهو، ان انا اخلي شكلها احلى. القلوب دي طبعا انا مش مخليها جنب بعضها، مخليها كده زي ما انتم شايفين بعيدة عن بعضها. ابتديت كمان املى القلوب، يعني قلبي يكون مليان وقلبي لا. حلو الكلام. عندي كريسبي شوكولاته لونه ابيض، ابتديت ان انا انطوره على الوش كده، وان انا امشيه من تحت زي ما انتم شايفين الشكل عشان يديها شكل جمالي احلى. تمام. تورتايه سهله بسيطه، عايزه نقول لكم من قلبها. الحشوه بتاعتنا كريمه فانيليا ساده، وكمان جواها صوص شوكولاته. هنشوف مع بعض لما نقطعها من جوه عامله ازاي. عملنا مع بعض كتير قوي الاسبونج والكريمه والشربات اللي بنسقي بيه التورت، بيبقى خفيف وبيبقى جميل عشان التورتايه تفضل هشه معاكي لاخر وقت. والله العظيم الاضاءه ظلمها جدا، اعمليها في البيت، مش هتكلفك تورتايه بالمقاس ده، مقاس 24. مش هتكلفك 100 جنيه وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. بصوا شكلها بقى في الاضاءه الطبيعيه، الصور دي في اضاءه ربنا. بصوا الاضاءه عامله ازاي، بصوا التورتايه ما شاء الله تبارك الله، بصوا الحشوه من جوه عامله ازاي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. باي باي.